امين ايه الاخبار؟ يا ربي ليه يا ربي ليه اللهم انا اعتراض يا ربي ليه. لو كنت طفل في بداية الألفينات فغالبا كنت بترجع من المدرسة وتفتح التلفزيون على قناة معينة كده، أيوة هي قناة كارتون نتورك. لكن السؤال الغريب هو ليه النسخة العربية من كارتون نتورك عمرها ما وصلت لنفس الشهرة والتأثير اللي حققته النسخة الأصلية، مع إن هي نفس الكرتونات وهي نفس الحوارات، هو بس الفرق الترجمة، مش صح؟ فإيه السبب؟ والنهاردة هنعرف السبب ليه كارتون نتورك العربية مش مشهورة زي كارتون نتورك الأصلية. بس قبل ما نبدا الفيديو متنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وفعل زر الجرس عشان كل جديد باللي احنا بنعمله، واعمل شير الفيديو وشيرك بيجيب غيرك، وحضر مشروبك اكلك شربك، عايز تخش حمام اتفضل، وكمل الفيديو لحد الاخر لو تقدر عشان احنا عندنا مشاكل كبيره في حوار ساعات المشاهده. ويلا نخش في الفيديو. نبدا بالنسخه الاصليه عشان يكون عندكم خلفيه باللي بيحصل. النسخه الامريكيه من كارتون نتورك كانت بدايتها سنه 1992 تحت مظله شركه وورنر براذر، ده غير ان مؤسس كارتون نتورك كان تيد تيرنر، ايوه هو بتاع WCW. وفي الفتره دي كانت فتره ايقونيه لكارتون نتورك عشان هما بداوا في كرتونات كانت هي رقم واحد وقتها. ما كانش فيه وقت المغامره، ما كانش فيه العرض العادي، ما كانش فيه جامبل، ما كانش فيه الكلام ده. كان فيه ديكستر، كان فيه فتاة قوه، كان فيه ايد وايدي وكوريج الجبان. والاعمال دي ما كانتش اعمال مخصصه للاطفال شويه، فده كان توجه كارتون نتورك اللي هو مش هنقدر نتعامل ان الاطفال دول اطفال، احنا هنتعامل مع الاطفال دول ان هم ناس عندهم 14 سنه، وده السن بدايه المراهقه. نيجي عند النسخة العربية. أول حاجة النسخة العربية وصلت متأخر جدا. أول حاجة هي بدأت 2010، يعني بعد 18 سنة من النسخة الأصلية. وبالمناسبة يعني المجتمع العربي كانوا عاملين حاجة زي الوصلة كده على الكرتونات الأمريكية والأجنبية اللي بتظهر عندهم، فيعتبر هم اتعلقوا بالنسخة الإنجليزية خلاص. لما ظهر كارتون نتورك بعربية بالنسبة لهم ده شيء عادي جدا. بمعنى آخر إن النسخة العربية دخلت السوق بعد ما الناس لقت بديل قوي. طبعا انت كمصري زيك مالناش دعوه بالحوارات دي، احنا ما كانش عندنا وصله 2010. الحاجه الوحيده اللي احنا كنا عارفينها كان عالم سيمسون. يا ابني انت كحيان، انت كحيان يا محمد، انت كحيان يا محمد. أبرقي أراعي أبطالا وعدوك أنبلوان، ساقوك بصوت الحق الهادي كهزيم الرعد، بسيوف أقوى من نار. وعندنا تاني حاجه هنتكلم فيها يا جدعان هي ادولت سويم. الناس اللي ما تعرفش ادولت سويم هي كارتون نتورك فعلا بس الفتره المسائيه. Sunday at 10. Adult Swim on Cartoon Network. طبعا في واحد يقول لي ايه الفرق ما بين كارتون نتورك العاديه والفتره المسائيه لكارتون نتورك. الفتره المسائيه لكارتون نتورك هي كانت فتره للمراهقين. لو انتوا فاكرين MBC3 كانت بتعمل حاجه شبيهه لكده وبعد كده بطلت، كانت بتجيب كرتونات لايف اكشن وحاجات زي كده بعد الساعه مثلا 8 او. كارتون نتورك الاصليه كانت عامله الموضوع ده بقالها كتير جدا، وطلعت لنا من روائع الكرتونات اللي احنا نعرفها زي ريك اند مورتي وكلوز اناف وغيرها. طبعا من غير ما اقول لك النسخه العربيه كانت عامله ازاي، فالنسخه العربيه الفتره المسائيه كانت هي نفس الكرتونات العاديه اللي بتصحى من النوم تلاقيها. ده غير طبعا المشاكل الكتيره اللي كانت موجوده في كارتون نتورك من ناحيه حذف اللقطات. ممكن اللقطات دي تكون مهمة بس هما شايفين ان هي لا غلط ومحدش لازم يشوفها. طب انت لو شلتها القصة هتروح في حتة تانية، ففي لقطة انت ممكن تكون شايفها غير مناسبة تكون مهمة في سياق القصة. وندخل عند تالت حاجة مشكلة الدبلجة. سمعتك تعزفين، كم أعجبني عزفك، ما أحلى حيث أنت تعزفين، يسوء بك الماء. مع ان الدبلجة بلغة عربية كان حاجة كويسة جدا بالنسبة لأعمال كتيرة، ولكن في اسلوب كوميديا معين في برامج حرفيا انت ما ينفعش تفهمه، او انت كعربي مصري سعودي ايا كان انت مش هتفهمه 100%. زي مثلا كرتونات زي العرض العادي ووقت مغامرة، في كوميديا معينة فيها زي ما قلت لكم، في حاجات كانت بتتحذف كتير وحلقات كاملة كانت بتتحذف عشان الكوميديا كانت مش قريبة مننا. كيف حصلت على هذه الآلة؟ أنا لدي أسلوب.
فبسهولة أنا طالما مش فاهم حاجة فهشيله، والنتيجة معروفة. المشاهد العربي اللي زيي واللي زيك بيشوف الحلقة مليون مرة، ولا يحس بتأثير القصة ولا مسار القصة الأصلي. آخر نقطة ممكن أتكلم فيها دلوقتي هي تغيير الأجيال. Wait, what? You're a loser, baby, a loser, goddamn baby. You're a fucked up little whiny bitch. You're a loser just like me. Thanks, asshole. You're a screws loose loser. نيجي للنقطة الأخيرة اللي هي نقطة الأجيال. بصوا يا جدعان، الجيل عن جيل يفرق. أنا حضرتك مواليد 2005، وغالبية الأجيال اللي قبلي واللي بعد عارفين كرتونات كتير زي ادفنتشر تايم وريجلر شو. وأكيد أنت ممكن بعد ما كبرت بدأت تتفرج على الكرتونات دي بالنسخة الأصلية، وعرفت مدى إن إحنا كنا حمير، كنا بنتفرج على أي حاجة. ولكن بطريقة ما إحنا حضرنا كرتونات ركوعية وقتها كانت مش بتشيل اي حاجة، كانت مش بتحذف لقطات، كانت مش بتشيل حلقات، كانت بتعرض كل حاجة على طول. المشكلة في حاجة مهمة جدا، ان في جيل جه بعد خراب اللي حصل، لا حلقات مش كاملة، لا حلقات مش موجودة اصلا. هو يعتبر اتعلق بيها، ولكن هو اتعلق بيها نقص. ولو ممكن لو اتفرج على النسخة الاصلية هيحس ان في حاجات كتير قوي فاتته والقصة نفسها مش موجودة. فبس كده، ده كان رأيي، وانت اكتب لي رأيك في التعليقات. لو انت حابب تشاركنا برأيك متنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وفعل زر الجرس لتوصلك كل جديد من احنا بنعمله، واعمل شير للفيديو، شيرك بيجيب غيرك. وقول لي بصراحة ايه رأيك في الفيديو، ولو انت وصلت للنقطة دي فانت راجل جامد وبتحب القناة وانا بحبك، وهات بوسة ومعلش انا مش ببص واحدة غير مامتي، انت عارفين بقى. معلش بقى مش لازم نتكلم كتير. شكرا على مشاهدة الفيديو، اشوفكم في الفيديو الجاي، واتمنى اشوفكم في الفيديو الجاي اكيد، ومع السلامة. Loser, baby, a loser, goddamn baby. You're a fucked up little whiny bitch. You're a loser just like me.